الفيلم العالمي مش مجرد فيلم كروي او رياضي او حتى فيلم عن الخلافات الاسريه، لكنه فيلم نقد مجتمعي سياسي في شكل قصه ذكيه وجاذبه جدا للانتباه. فخلينا ما اطولش عليك وتعالى نتكلم عن الفيلم من كل الزوايا اللي بيحاول يطرحها. بيبدا الفيلم بشخص ما بيبان ان هو عربيد وبتاع بنات، واول ما بيشوف الالعاب الناريه في السماء بينعزل عن العالم تماما، وبيجي كلوز شوت علشان يظهر لك لحظات تغير مشاعره، ومع تغيرها بيسوق بسرعه جنونيه وبيعمل حادثه كبيره بتدخله في غيبوبه. وبنرجع فلاش باك علشان نشوف سوا قصه حياته. فبيكون طفل الاسره بسيطه مكونه من ام، اب، اخت، وقدامهم بنت الجيران اللي بيحبها. في المستشفى بنلاقي ان ابوه مدهول خالص وبيحاول يخش بالعافيه عشان يشوف ابنه، لكن الامن بيمنعه لانه سكران وما يعرفوش هو مين. حتى الام لما بتشوفه ما بتهتمش تساعده في الدخول، وبيتم استخدام جي كات لما بيطردوه، وبنشوف انعكاسه في مرايه لونها اسود قاتم مع صوت لمعلق بيقول الحب الانتماء باين على كل المصريين. جايب انعكاسه في المرايه عشان يوجه له الكلام ده وكانه بيعتب عليه او بيلومه. وبننتقل على ماتش مصر وانجلترا في كاس العالم، وده كان الماتش اللي مصر خرجت فيه من البطوله. المهم بنشوف اب لا يتمتع باسلوب حوار بيزعق للام وللبنت، وبيقول كلام دوني لابنه زي هو انت مفكر ان احنا هنكسب انجلترا؟ وحتى لما ابنه بيقول ان هو يدخل مصر كاس العالم تاني بيقول له بقى قابلني. وبيعجبني جدا كذا حاجه اخراجيه في الفيلم. اولا طبعا اختيار اماكن واقعيه مش متلمعه او غير متسقه مع الواقع، مع استخدام تكنيك الهيدن كام. الاتنين مع بعض بيخليك تحس ان انت بتشوف فيلم تسجيلي، وده هيساعد جدا في انك تصدق كل الشخصيات والاحداث. وكمان فكره السرد على التوازي والتنقل بين الماضي والحاضر، احمد مدحت عملها حلو جدا، وكان ماشي على خط شائك بين ان هو يتوه المشاهد او انه يخلي غربال الفيلم مشدود، وانا بشوف ان هو نجح في ده جدا. المهم بنشوف الولد وهو بينطط الكرة في طريقه للمدرسه، ويبقى مجنون كرة لدرجه ان هو بيشتري بمصروفه صور لعيبه. وفي الفسحه بيجي نقطه اخراجيه مضيئه تانية، وهي اخراج مشاهد الكوره. حابب اغامر واقول ان ده افضل فيلم مصري اخرج مشاهد الكوره بشكل عام. المهم بنروح لاول رمي سياسي واجتماعي، وهو لما احمد الخليلي راح شغله في المطبعه، وبنلاقي المكن قديم لدرجه ان الزباين ابتدت تقل والعماله ابتدت تهرب منه. ولما حد بيحاول يقول له يجدد المكن ويستخدم مكن اوفست بيهب فيه، وده بيوضح اكتر من حاجه. اولهم ان عم احمد اسقاط على الجيل القديم وانه شخص سلبي جدا ورافض للتطور تماما، ورمزيه المطبعه حلوه جدا وهي ان تم طباعه ده في عقله بشكل توارثي. وكمان عم احمد هو اسقاط على البلد او نظام البلد بشكل عام. فالعماله اللي هربت منه هي نفس العماله الحرفيه اللي هربت للخليج في الثمانينات، وده حصل بعد ما الانفتاح ردم على الصناعات المحليه بسبب الاعتماد على الاستيراد بشكل مبالغ فيه. وحتى ردوا على الراجل اللي نصحه لما قال له ايش فهمك انت في المكن بزعيق، بيمثل اكتر النظام الدكتاتوري على طول الخط اللي دايما فاكر ان هو صح واي حد تاني ما هو الا بهيمه ناطقه. وفي المشهد ده احمد مدحت بيستمر في استخدام اسلوب المراقبه عشان يكمل الاسلوب التسجيلي، وكمان يقول لك ان الحاجه دي سريه بشكل ما ومتعلقه بعم احمد بس، واي حد بره المكان غالبا ما يعرفش عن المعاناه دي حاجه دلوقتي. المهم هو بيقرا الجورنال، بيقرا خبر عن العصابه بتعتدي على الاطفال، فده بيسمع عنده لما مدرب الكوره بيشوف ابنه وبيحاول يكلم ابوه عليه، فبيفكر ان هو بيعاكسه، فبيكون رد فعله ان هو بيتخانق ويزعق معاه ويقول لابنه ان هو لو شافه يزعق ويلم عليه الناس، وبيهدده ان هو لو لعب كوره في الشارع تاني هيخلي المدير يخرجه من فريق المدرسه. وبنروح فاست فورورد بنلاقي ان كابتن شيكو هو اللي جوه وابوه هو اللي بره، فبيستنجد بيه يدخله وبيعمل كده فعلا. وبنرجع تاني بنلاقي ان بالرغم من ان ابوه حذره من اللعب في الشارع لكنه بيهرب من البيت علشان يعمل اللي بيحبه، لكن بنتفاجئ ان شيكو بياخد الكوره ويجري عشان يحاول يستفرد بملك ويقنعه يلعب معاه. فجارتهم بتنادي لابوه يلحقه، فبيروح هو واهل الحاره كلهم يدبوا فيه عشان يفتكروه بيدو. وبعد ما بيخرج من القسم عم احمد بيروح له يعتذر له عشان بيبقى فاهم ان هو مش قصده حاجه. وفي البيت بيحصل بدايه تحول، وهو ان احمد الخليلي بقى بيسهر ويسكر، ولما مراته بتكلمه عشان تفوقه من اللي هو فيه بيزعق معاها في ظل ما العيال صاحيين. وبيجي مشهد بيرد على مشهد الحادثه، وهو ان اخت مالك بتقول له تفتكر في واحد منهم ممكن يوصل للقمر، فبيجاوب بمش عارف. وكأن المفرقعات المتوهجه دي جيل الشباب اللي بيبقى متجه للنجاح لكن بسبب الظروف بيتحط له حد معين فبينفجر بعدين نجمه بيخفت. وبنرجع للمستشفى بنلاقي كابتن عمر الصافي بيتفرج على فيلم قديم وريموت مش راضي يغير، فبيسيبه من غير ما يحاول معاه، وده اسقاط عبقري على شخصيته لانه شخص مستسلم تماما ومحبوس في ماضيه وما بيحاولش ولا عايز يغير من الوضع ده. المهم بيبان ان هو عصبي جدا مع الممرضه وبيبقى مستني واحده تيجي تزوره لكن ما بيحصلش. وفي طفوله مالك بنلاقي انجي هتسافر وبتروح علشان تقول له، فبيجي كادر بيدل على عجز مالك او انه محبوس في الحته دي، لكن في نفس الوقت لما الكابتن بينادي عليه بيرجع للملعب، وده اللي بيميز مالك انه مركز في هدفه وايا كان ايه ما بيحيدوش عن الشيء ده.
وبتمر الايام وبيكبر مالك وبيبقى لسه بيتمرن ويسعى مع كابتن شيكو لحد ما الكابتن بيجي له عرض شغل في الخليج بمبلغ خيالي بالنسبه له، ودي دلاله تاني على هجره المواهب لانها ما بتتقدرش في بلدها. وبيروح علشان يودع مالك لكن بيبقى زعلان منه بس بيودعه في النهايه، وفي رمزيه على تاثير غياب كابتنه او اول حد بيحبه رجله بتتكسر. لكن الدكتور بيقول ان سرعه التئامه كبيره جدا، ولما مالك بيقول لابوه ان هو عنده ماتش نهائي بعد اسبوعين ولازم يلعب فبيقول له ركز في مذاكرتك وسيبك من الكوره دي، ودي نقطه مهمه جدا. احمد الخليلي مش شرير لمجرد الشر، هو خايف على مالك من الاصابه وانه ما يلاقيش مردود الكوره بعد كل ده، فبيحس ان هو ياخد باله من مذاكرته على الاقل هي حاجه مضمونه. هو عمره ما منعه منع تام من الكوره، ممكن يمنعه من اللعب في الشارع يقول له ركز في مذاكرتك لكن ما بيقطعهاش عنه يعني. وده تفكير الاهل بشكل عام، هما مش هيامنوا باللي بتحبه غير لما يلاقوا منه مردود وانك مبسوط وكويس والموضوع فعلا فيه فلوس ومستقبل. فاحمد الخليلي اب واقعي جدا اظن كلنا شفناه قبل كده، ودي من ايجابيات الفيلم. انا بالنسبه لي الفيلم ما بيدورش حوالين مالك الخليلي، لا هو عبقريته انك ممكن تشوف الموضوع من وجهه نظر كل شخصيه. الاب اللي بيتعامل غلط مع اهل بيته، الام اللي مستحمله قرف الاب، الاخت اللي بتداري وبتدعم اخوها، حبيبته اللي بتسافر، الكابتن بتاعه اللي ما حظاش بالتقدير الكافي فقرر ان هو يسافر برضه، وعمر الصافي اللي طريقه تعامله مع المشاكل غلط. كل واحد البي او في بتاعه يعمل فيلم لوحده، ودي حاجه مبهره جدا بالنسبه لي. المهم بنرجع لمالك بنلاقيه بيلعب وبيكسب الماتش وبياخد ستارز اديداس مكافاه، ومن حسن حظه بيبقى في وكيل لاعبين مشهور قاعد بيتفرج عليه فبيدي له كارت وبيقول له لو عاوز تسافر اوروبا كلمني. لكن العقبه في الموضوع ده هي ابوه. المهم انجي بترجع من السفر واحمد الخليلي بيقفل المطبعه وموظف بيقول له ان الحاج عبد الحميد محتاج مخزن فممكن تبيعها له، لكنه بمنتهى العنجهيه ورفض الواقع بيفضل راكب دماغه وما بيقبلش كلامه لان ابو عبد الحميد كان شغال مرمطون عند ابوه. وده برضه اسقاط على الانفتاح، لان بعد الانفتاح الطبقه المتوسطه اتشوهت وظهر فيها ناس اللي استغلوا الفتره دي واللي هم المستوردين والسماسره، فده اسقاط على تحكم الراسماليه بشكل عام بعد ما مصر اتجهت للغرب وامريكا بدلا من الاتحاد السوفيتي والصين، وتحول نظامها من النظام الاشتراكي المشوه في عصر عبد الناصر للراسمالي المشوه برضه في عصر السادات. المهم بنروح لعم احمد في المستشفى وبنلاقي اثر قراره ان هو ما باعش ولا طور عن طريق جزمته اللي بلت من الاستخدام. وفي نفس المشهد بنعرف ان انجي اتخطبت وبرغم كده واقفه جنب مالك، واحمد بيديها سلسله وبنروح نعرف ايه حكايتها. وفكره ان احمد مدحت بيوريك شيء او نتيجه ويرجع يحكي لك قصتها، على قد ما هو مغامر على قد ما هو ذكي. هو قتل الملل وكان عنده سنس المخرج اللي يخلي المشاهد ما يتلخبطش او يتوه في التايم لاين. المهم مالك بياخد انجي على محل الذهب وبتفتكر ان هو هيخطبها، لكن بيتكسر بخاطرها لما بيقول لها ان هو عايز يشتري هديه لاخته، فبيروح وبيسأل على سلسله لكنها بتبقى غاليه، فانجي بتعرض المساعده لكنه بيرفض. وفي البيت بنلاقي ان ابوه بيقتته بعد النتيجه ما طلعت وبيرمي له ان هو هيشتغل معاه في المطبعه. ده بيخلينا احس ان ده نفس اللي حصل مع عم احمد، واضح ان هو اتغصب على شغله ده فما كانش عنده الاهتمام او الحب ان هو يطور فيه. فمع تغير الزمن انتهى بيه الامر في المرحله دي، ومع انكار ان هو يصدق ان بعد العمر ده كله ما كانش ده طريقه، فلما ابنه بيبقى عايز يشوف طريق مختلف بيرفض ان هو يكلم وكيل لاعبين حتى اللي عايز يسفره اوروبا مره واحده. ده ايه العظمه دي كلها؟ وكمان بيقول عليه نصاب من غير حتى ما يسمع منه اي حاجه، نفس فكره هذا ما وجدنا عليها اباؤنا. المهم اخته بتجيب له هديه عباره عن تيشيرت المنتخب الاصلي ومكتوب عليه اسمه، وهو بيبيع الجزمه الاديداس وبيجيب لها سلسله وبيهديها لها وبتفرح بيها جدا. وعلى التوازي ابوه بيبقى قاعد في المطبعه والدنيا ضلمه ومفيش شغل وبيشرب. ولو لاحظت فبذكاء كبير احمد مدحت بيعمل رحله صعود مع رحله هبوط. ابوه بيبدا يخسر شغله ومصدر رزقه بالتدريج، والناحيه الثانيه مالك بيكسب كاس الجامعات وبيجي له شبه عرض ان هو يسافر اوروبا. المهم بنعرف ان مالك هيقابل الوكيل يوم الجمعه بعد الصلاه. وفي المستشفى شيكو بيقابل عمر الصافي وبيبقى باين عليهم ان هم يعرفوا بعض، فعمر بينمر عليه ان هو نضف وشيكو بياخده على قد عقله. وفي بيت مالك ابوه من ضيق الحال بيبتدي يدمن الشرب، ولما مراته بتخبي الازازه منه بيبقى هيضربها. ومن هنا بتبدا نقطه تصاعد الاحداث او مرحله الصراع. فوهو بيشرب وبيبلبع التليفون بيرن، فلما بيرد بيلاقيه الوكيل وبيقول له ان مالك بطل كوره خلاص. فمالك بيحس ان هو خسر كل حاجه فبيشد مع ابوه، فبيقوم ضربه بالقلم فبيسيب البيت ويمشي. ولما مالك بتحاول تدافع عن اخوها بيضربها هي كمان، فبتجري وراه عشان تلحقه، بس بتيجي عربيه تخبطها وسط صدمه وذهول من مالك وحزن وحسره من الام والاب. ومع موت مالك قلبه بيقف وبيحتاج صعقات كهربائيه علشان يرجع ينبض تاني، وكأن موتها كان بمثابه خروج روحه منه او موت قلبه. فبيجمع كل حاجه ليها علاقه بالكوره واللي هي بتمثل حبه وحلمه وطموحه وبيحطها في صندوق ما عدا التيشيرت الهديه بتاعها، وبينزل يولع فيهم عشان بيحس ان الكوره هي السبب في كل ده. في مشهد مؤثر جدا مالك بيزعق لابوه بيمسك فيه لما بيلاقيه راجع سكران ومدهول، وبيقول له انت سايب اختك امك وقاعد بتتدفى. وخلينا نقف هنا شويه علشان عايز اتكلم عن حاجه مهمه،
وهو تكوين البيت اللي المفروض بيمثل الامان، الحب، الدعم والامل، بقى مجرد خرابه بموت ملك، لان الاب هو رب البيت واللي متحكم في كل حاجه بشكل ديكتاتوري. الام هي البلد اللي شايله هم قاطم وسطها لكنها في نفس الوقت ما ينفعش تنهار. اما ملك فهي الحاجه اللي مخليه ملك يقبل بالوضع ده، واللي هو الدعم النفسي اللي بيجي من اقرب الناس ليه. وملك هو الشاب اللي يافع اللي من صغره بيسمع الكلام وهو متضرر، لكن في لحظه خساره الشيء اللي كان بيهون عليه بينفجر وبيثور على هذا الاب الديكتاتوري، لانه كان سبب في هدم حلمه وامانه وكل حاجه اتمناها. فتلاقيه بيقول له كفايه بقى، عايز تعمل فينا ايه اكتر من اللي عملته؟ كفايه لحد كده، ضيعتنا ووديتنا في داهيه. ومع خروج ابوه من البيت بعد ما ادرك ان هو دمر وخسر كل حاجه بغبائه لدرجه ان محدش بيرضى يسلم عليه حتى، بيبتدي يفوق مالك ويفتح عينه في رمزيه ان رحيل ابوه كانت اول خط الامل. ورجوعا للبيت فامه بتقول له ان هي طالعه تعمل عمره مع انجي وامها، وبتقول له تعالى معانا، لكنه من غير ما يتكلم بيرفض وما بيرضاش حتى يودعهم وهما ماشيين. ودي اللحظه اللي بيبتدي يفوق فيها، لانه بيتزامن معاه ان هو بيرجع ينزل الشارع ويبتدي يحاول يتغلب على اكتئابه. وفي نفس الوقت ابوه بيبقى لسه غرقان في السكر والخساره لدرجه ان هو باع المطبعه وبرضه حاله زي ما هو. ولما مالك بيفوق بيبقى همه جدا ان هو يلعب تصفيات كاس العالم، فبيبقى عايز يعرف قدامه قد ايه. فشيكو بيحاول يطمنه عشان ما يضايقوش، لكن بيخش عليهم عمر الصافي وبيديله الجورنال عشان يقرا ان الصحافه بتقول ان هو قدامه على الاقل سنه. ودي رمزيه ان الفاشل دايما عايز يوقعك ويخليك فاشل زيه حتى لو هو مش هيستفيد حاجه. وبنرجع للبيت بنلاقي الام باعت السفره بسبب قله الفلوس وان ابوه بطل يبعت لهم شهريا. مبقتش قادر ادوس ريستارت، مبقتش قادر احس بضعف ولا احتاج حد واقول مبروك، اطلع جبل تقول مبروك وانا لوحدي مبروك على البرود والباطي، بهرب من السكوت دي الحرب، مفيش دخول للضرب علشان مفيش خروج من القبر. فمكان ده اللي دافع لمالك عشان يرجع ويتدرب تاني اكتر من الاول. واكبر دليل ان الفيلم ده مش كروي هو انه اختصر لك مسيره مالك كلها من نقطه الصفر، مرورا بقى بلعبه في اسكو لحد انتقاله للاهلي وفوزه بدوري ابطال افريقيا وهداف البطوله، وانه جاله عرض من فالنسيا في 3 دقائق بالظبط. وارجع تاني اقول ان اخراج احمد مدحت للماتشات في 2009 افضل من اخراج الدوري المصري دلوقتي بصراحه، واي حاجه افضل من اخراج الدوري المصري يعني. بنرجع للمستشفى بنلاقي مالك محبط وقاعد نفس قعده عمر الصافي وبيتفرج على فيلم قديم لكنه لسه بالالوان عشان لسه ما استسلمش لفكره انهياره. وفي ظل ما هو قاعد ابوه بيجي له وبيكلمه عن انه كان غلطان لكنه بيرفض حتى يسمعه وبيطرده بالطريقه. وفي المستشفى انجي بتروح له تصحيه وبيقول لها كل سنه وانت طيبه علشان تاني يوم بيبقى عيد ميلادها. فبنرجع فلاش باك لعيد ميلاد قديم هم مستنيينه وبيكلموه وهو ما بيردش. وبعد عيد الميلاد بتروح له وبتبقى عايزه تعرف موقفه من علاقتهم، فبيقول لها ان هو جاله عقد احتراف. وما بفهمش بصراحه هو ده ايه علاقته ان هو ما بيروحش عيد الميلاد، اصله حتى لو هيسافر كان ممكن يخطبها ويسافر وبعد اول توقف يتجوزها وياخدها معاه. بس خلينا نقول ان هي ممكن تكون رمزيه على انك علشان تكسب حاجه لازم تخسر قصادها حاجه، وعشان برضه يبين لك التباين بين مالك وعمر الصافي. مالك هو اللي بعد علشان مستقبله، وعمر ساب حياته كلها ويئس من تعافيه لدرجه عدم المحاوله عشان مستني واحده ما بتجيش. وده بيخليه معقد نفسيا لدرجه ان هو بينزل لمالك ويقول له على انجي انها معاه رغم انها مخطوبه. فطبعا مالك ما بيقبلش الكلام ده وبيحاول يمسك فيه، لكن عمر بيقول له كلمه مهمه قوي: ما رجعتكش في كومه تاني، ما بقاش انا عمر الصافي، انت خلاص شطبت يا عالمي، يعني تروح تقعد جنب امك. وهي انه ما يبقاش عمر الصافي لو ما رجعهوش كوما تاني. وده اللي قلته لك، الفاشل هيشدك لتحت حتى لو مش هيستفيد حاجه، هو مش عايز حد يبقى احسن منه وخلاص. بالاضافه انه شايف مالك بيتحسن وكل الناس اللي بتحبه حواليه وهو وحيد تماما. المهم بنروح لمالك بعد ما بيمضي لفالنسيا، وعلى التوازي بيبدا يخش في مرحله التعافي والعلاج الطبيعي، والدكتور بيدخل عمر معاه في نفس المرحله، لكن عمر بيبقى مشغول بحقده على مالك اكتر من ان هو يخف. المهم مالك بعد النجاح ده بيمشي في طريق السكر والعربده، رغم انه لما جه يشرب افتكر تاثير ده على ابوه ازاي خسر كل حاجه. وبالفعل مالك برضه بيخسر حاجات كتير، زي انه لما بيرجع مصر بيلاقي انجي اتخطبت بعد ما سافر وسابها، وعمل الحادثه اللي خسرته صحته وشلت حركته واللي كانت سبب في كل اللي وصل له ده. المهم في المستشفى بالرغم من ان انجي سابت خطيبها عشان كانت لسه بتحب مالك، لكنها بتقول له انها هتشتغل مضيفه وتسافر سنه على الاقل. في مشهد حلو جدا بنلاقي ان عمر الصافي قلبه بيحن وبيخش يعزي مالك في ثانويه اخته، فمالك بيستضيفه وبيتكلم معاه. وهنا هتلاحظ ان الجروح والخياطه اختفت من وش مالك، الا انها لسه موجوده بوضوح في وش صافي، وكانه لسه ما تعافاش من اللي الدنيا عملته فيه. لكنه لما بيروح لمالك ومالك بيقول ان هو نفسه يبقى زيه وقلبه ميت ومش فارق معاه، فبيقول له كلام معناه ان هو بيفرق معاه لكنه اجبر على ده، وبيختم كلامه بان ما تبقاش عبيط، انت لسه حواليك ناس بتحبك، وبيسيبه وبيمشي. واثر ده على مالك انه اخيرا بيسامح ابوه نسبيا، بيخليه كمان يعترف لانجي ان هو بيحبها. في مشهد فيه سانسيت جميل مع رمزيه الحمام اللي بيمثل الحب، الحريه والسلام، وكانه تصالح مع كل حاجه تخص ماضيه. وبيرجع كمان يتمرن للمنتخب، بس في شرط من فالنسيا ان هو ما يلعبش غير لما يتعافى تماما، ولو لعب مع المنتخب هيتعاقب. وبيقول جمله مهمه وهي ان لو جات لي فرصه افرح الناس ساعتها طز في اوروبا، لان ده بيبقى شيء شخصي بالنسبه له، انه قال لابوه ان هو يوصل مصر لكاس العالم، وفي نفس الوقت بيعبر عن انتمائه للبلد.
ولو لاحظت ده حصل بعد ما اتصالح مع ابوه. وفي الماتش بنلاقي ان عمر الصافي كل علامات وشه اختفت وابتدى يسعى ان هو يرجع تاني، وده حصل لما تعافى من الحقد والكره. ويمكن زي ما كان ليه فضل على مالك بكلامه، الا انه كمان لما عبر عن نفسه وطلع اللي جواه ساعده يتخلص من كل المشاعر السلبيه دي. وفي رمزيه جميله جدا دلوقتي كل الناس مجتمعه تحت رايه الوطن، الام، الاب، انجي، شيكو، صافي، كله لما رمزيا البلد احتاجته لبوا الندى. وفي ماتش مصر والجزائر الوضع بيبقى متأزم بعد تعادل عزيز بن حلي، ده اكتر لاعب اتكره من المصريين تقريبا وهو مش لاعب حقيقي. المهم حسن شحاته بيخلي مالك يسخن وبيجي وقت التبديل، وشريط حياه مالك بيعدي قدامه وبيفتكر كل الصعوبات وازاي هو قدر يمر بكل ده. جه الوقت علشان يرد ويهدي لاخته واهله وكل اللي بيحبوه حاجه تفرحهم، وبينزل في الدقيقه 80 مع اول هجمه بيجيب فاول، لكن احمد فتحي بيحطها في القائم، ودي في حد ذاتها فانتازيا يعني. احمد فتحي كان دايما بيطلعها بره. ومع تاني هجمه وفي الدقيقه 90 بيعدي من كل الصعوبات وكل العقبات مع انسرتات لصدمات حياته اللي انتصر عليها واحرز الهدف في النهايه. وبس لحد هنا الفيلم بيخلص. جمال الفيلم بالنسبه لي مش بس ان هو مليان مشاعر، رمزيات، او حتى طريقه اخراج جميله، لا انا اكتر حاجه بتعجبني ان الفيلم ماشي على اكتر من خط على التوازي. يعني اول خط هو المشاكل الاسريه، وازاي خلاف فكري واختلاف في وجهات النظر مع عدم وجود لغه حوار او حد يقرب للتاني ممكن يهد الاسره. وكمان ممكن تشوف انها رساله لاولياء الامور ان عادي مش لازم تكون دايما صح، خصوصا ان الزمن بقى اسرع وبقى فيه متغيرات اكتر، فمش لازم تكون ملم بيها، لكن ما تعرضهاش علشان هي بس جديده على مسامعك. اما الخط التاني فهو خط الطموح وفرق المنتاليتي بين الناس. الكلام ده من كتر ما تم ابتذاله خصوصا من نصابين التنميه البشريه بقى بيكرنج الناس، لكنه فعلا مهم جدا وبيفرق في طريقه تعاملك مع المشاكل اللي هتواجهها، ولما ربنا يكرمك وتوصل تحافظ على ده ازاي. والخط الثالث ديب شويه واللي هو ظروف البلد والرمزيات اللي اتكلمنا عنها طول الفيلم. كل ده الفيلم وصله في حدوته حلوه محكمه مقتضبه الى حد كبير، مع الكثير من الابداع في الاخراج، اختيار اللوكيشنز، والتمسك قدر الامكان بالواقعيه، واللي انا بصراحه بفضلها. فاحمد مدحت يجب الاشاده بيه سواء للواقعيه او فكره الفلاش باك ودمجها بشكل جديد مع الحاضر والتنقل بينهم برتم مناسب، واللي هو ان كل ما تيجي سيره حاجه نرجع نحكي جذورها. وكمان في تعاون في نقطه مميزه جدا وهي الكتابه المتماسكه لياسين كامل واختياره لشق الكوره بالذات لجذب انتباه العامه في الوقت ده، واخراجيا رمزيه المنتخب للوطنيه بشكل ما. كمان في حاجه جريئه جدا وهي انك تطلع اب فيلن لهذه الدرجه من الطبيعيه، لان الاب بالنسبه لنا رمز اكتر من كونه شخص، فدي مغامره تستحق الاشاده بصراحه. اما عن التمثيل فصلاح عبد الله عامل دور من ادوار عمره في الفيلم ده، ودلال عبد العزيز الله يرحمها هي بتعمل دور الام اللي طالما ما كانت حقيقيه فيه. اما عن البطل يوسف الشريف بصراحه ما بحبش تمثيله خالص، لكن بحبه كانسان جدا، بس في الفيلم ده انا ما كنتش متضايق منه الحقيقه، وده لانه متخدم عليه من كل اتجاه، وهو بصراحه ذكي جدا ودايما بيختار حاجه ما يبقاش اداؤه هو المين فيها. اروى جوده كويسه ورحمه حسن عامله دورها كما يجب. اما والشقنقيري طبعا ممتاز. عامة ما حدش كان ميس كاست او يقفلك من الفيلم يعني. اما بقى بالنسبه لتراك الصوت فلنا هنا وقفه. خالد حماد ابدع كالعاده، وانا متاكد ان هو كان بيعمل المزيكا دي بحب وبمزاج. يعني الجزء المشهور منها هو عباره عن سؤال وجواب، فبيسأل هتعمل ايه في حلمك اللي عايزه، هتلاقيه بيجاوب بشكل حماسي وابتدى يزود حاجات في الدرامز. بعدين بيسأل نفسه تاني هل هتقدر تعمل كل ده؟ غير كده بيبقى في تغيير بسيط بيحصل في كل مرحلة، يعني وهو صغير بيختم بفلوت حزين بيقول يا ترى يا ابني مصيرك ايه؟ وهكذا بقى طول مراحل الفيلم. انا سمعتها وفسرتها وعجباني قوي كده بصراحه، فمحدش يجي يقول لا هي مش كده، حتى لو استاذ خالد حماد نفسه. وبس كده لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الكومنتات. سلام. كل اللي جاي وصايع الحمد لله على السلامه، وصلنا الهيمالايا.